الشيخ حسني في الكيت كات، كنت بتكلمني عنه. كيت كات اهو. ايوه كيت كات. اه شيخ حسني بقى لو تفتكروا عمل، طبعا الراحل محمود عبد العزيز عمل مشهد خرافي. كلنا عارفين الشيخ حسني كان كفيف وفجأة قرر يسوق الفيسبا في وسط السوق بيشد. ويشد. لو تفتكروا عمل ايه؟ بوظ الفيسبا وعمل مشاكل للناس كلها وبهدل الناس وهو ذات نفسه اتبهدل. اه فده بالظبط اللي جه في بالي لما اترقيت وبقيت مدير. كنت عامل زي الشيخ حسني، بهدلت الناس بقى وبهدلت نفسي وعملت شويه حاجات كده يعني بنسوق واحنا بنسوق احنا عميانين يعني. فده اللي بيحصل لاي حد ما كانش مدير وبقى مدير وما اتعلمش ازاي يسوق التيم دوت. طب تعتقد من وجهة نظرك المشكلة في الشيخ حسني ولا المشكلة في صاحب الفيسبا اللي خلاه يسوق الفيسبا وهو الشيخ حسني؟ والله حلو. لا حلو. هو الشيخ حسني يعني والله لا هو ما يعني هو اي حد لو قلت له عايز اسوق حاجه وصاحب الحاجه هيفرح. قال لك هيفرح طبعا. انت مثلا معاك عربيه لامبورجيني وقلت لك اديني يا جلال العربيه دي اسوقها وانت اديتها لي يا سمام، انا ابقى مبسوط جدا. والله انا بقى كسرتها لك، دي مشكلتك. انت مبسوط بس آه. انا مش هبقى مبسوط. يبقى المشكلة عند مين؟ عند صاحب الفيسبوك. عند صاحب الفيسبا. واعتقد ان هي دي اكبر مشكلة في الشركات البيزنس اونرز يا دكتور، ان هم ايه؟ مش بيختاروا الكاليبرز بالشكل المظبوط اللي تبقى كواليفايد علشان تتولى المناصب الإدارية. ده رأيي الشخصي وحابب اسمع منك. بص هقول لك على حاجه، في فرق ما بين ان انا اترقى زي الرتبه. عارف انت ايه؟ انا كنت مثلا بياع فبقيت بياع اول، فبقيت ما اعرفش بياع كي اكونت مانجر. فانت التطور الطبيعي تبقى ايه؟ مدير بيع. لا ده مش التطور الطبيعي، مش لازم. لا مش لازم. مش لازم. انا كنت اعرف حد كان ميديكال ريب واحنا كنا في السعوديه. كان الراجل ده بالاربعينات وشعره ابيض وكان ميديكال ريب. ميديكال ريب وشاطر جدا جدا جدا. مش عايز اقول اسم الشركه يعني اللي كان شغال فيها. ميديكال ريب. فمش معنى ان انت بقيت خدت الرتبه انك بقى وقتها تبقى لازم تبقى مدير بيع. مدير بيع دي انت بتسوق تيم، تسوق منطقه، تسوق حاجه اكبر، السكوب بتاعك بقى اعلى. فلازم وقتها يبقى عندك مايند سيت مختلف وعقليتك تختلف. طيب السؤال بتاعي انا بقى، عمليه التاهيل دي يعني انا ادخله يسوق الفيسبا على طول ولا المفروض باهله فتره معينه عشان يسوق؟ عمليه التاهيل دي ممكن تاخد لها وقت قد ايه؟ بص هو هل لازم يبقى فيه تاهيل؟ اه طبعا. كويس. تاخد وقت قد ايه دي على حسب الشخص اللي بيتاهل. ما هو انت واصل لغايه درجه قد ايه؟ ما هو انت حلو. الموضوع بمنتهى البساطه. انا بقول والله انا عشان ابقى مدير محتاج 10 سكيلز، 10 مهارات، 10 كومبتنس، سميها زي ما نسميها. طب انت يا سيدي الفاضل او يا ستنا الفاضله عندك كام منهم؟ والله عندك 3 منهم، 4 منهم، 5 منهم، 6 منهم. خلاص اكيد اللي عنده مثلا 3 4 منهم اكيد هيحتاج تاهيل اكتر من مثلا عندها 6 7. فالمفروض انا بعمل كده، انا باسس الشخص الاول على المهارات والجيب ريسبونسبيلتيز والحاجات اللي المفروض اشوف هو واصل لفين. بس كده. وابتدي بعد كده اشتغل في ده. انت قلت نقطة يا دكتور، هي توقف عندها ويتحط عندها تحتها 30 خط. المايند سيت. هل المدير مايند سيت؟ هو انا عايز اقول لك على حاجه، هو مش المدير بس. احنا يا جماعه يعني بصراحه لو كل واحد فينا ايا كان في اي عمر من عمره، صغير كبير، مدير مش مدير، لاعب، الله عليك. لازم عنده مايند سيت. هنا انا دايما بقول المشكله كلها فين؟ هنا وانا بعلم البياع او انا بربي بياع جديد، دايما بقعد العب معاه على ايه؟ على دي. اما يجي لي بمشكله اقول له طب انت فكرت في الحل ده؟ يقول لي لا. اقول له انت عارف ليه؟ علشان المشكله هنا. لما يجي لي مثلا هو بيعمل بروسبكتنج فيقول لي انا بعت ايميل، اقول له طب فكرت ان انت مع الايميل تبعت كمان واتساب؟ طب فكرت ان انت تشوف حد جوه الشركه ممكن يوصلك بيه؟ لا انا بعت الايميل.
ليه؟ لان المشكله هي في الاول وفي الاخر فين؟ في المايند سيت. هنا المايند سيت. يب. فانت متفق معايا ان المايند سيت ده هو الكور في اي حاجه. انا مش متفق، انا بأنادي كل الناس لو سمحت الاول ظبط المايند سيت بتاعتك. انت عارف طبعا ان انا يعني كنت ضيف عندنا عزيز في الماهر مايند سيت. ماير مايند سيت. فانا اصلا فكره المايند سيت، وفكره حتى السلوجان بتاعنا بوصلتك للنجاح، هو فعلا هو بيظبط بوصلتك. على فكره المثال اللي قاله جلال دلوقتي هو ده ما بين حاجتين في المايند سيت اسمها فيكسد مايند سيت وجروث مايند سيت. فالزميل او الزميله اللي هي واخده لا انا بعد ده بس هي فيكسد خلاص، هذا ما وجدنا عليه ابانا الاولين، خلاص انا مش هتحرك. لكن الجروث بقى يلا انا هطلع بره الموضوع ده واتعلم حاجه جديده واشوف طرق جديده. هو ده مثلا ده من انواع المايند سيت. مثلا من ضمن الانواع بتاعت المايند سيت انا برو اكتيف ولا رياكتيف؟ الله. بستنى لما المشكله تحصل واحلها، ولا بحط من دلوقتي خطوات بحيث ان هي ما تحصلش اتفادى حدوثها؟ ده مايند سيت. بالظبط. فده بيفرق. لو جبنا مثلا مثال على موضوع المايند سيت للمديرين، خد بالك فيه حاجه مهمه جدا 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 يا حبيبي. انت كنت امبارح بتعمل الشغل بنفسك، دلوقتي مين اللي بيعمل الشغل؟ مش حضرتك، الخمسه سته اللي انت بتديرهم. فانت لازم يكون عندك ثقه فيهم. لازم تاخد، فاكر لما كنا مره عندك في عشان النقطه دي حلوه قوي، عشان بس اقول لحضرتك على حاجه. اول ما بيحصل ده الشخص اول حاجه بتجيله ان هو بيخاف. ليه؟ انا كنت بعمل دي بايدي وشاطر بيها، دلوقتي هبطل اعملها وهم اللي يعملوها. معنى كده في ناس بتقول لي كده فعلا، انا كده ما بقاش ليا لازمه. هو متخيلك منه ما بيعملش الحاجه بايده، هو كده خلاص انا ماليش لازمه في الشركه. في اوروبا ودول متقدمه زي ما بيقولوا كده، المدير اللي بيغيب والسيستم شغال بيقولوا له كده الله ينور. ده المدير الناجح. ده المدير الناجح، ده قدر ان هو يعمل سيستم شغال وانا مش موجود. لما بحضر الناس بيحضروا معايا تريننج، فاقول لهم بقى ايه يا جماعه لو سمحت اقفلوا الموبايلات عشان ابقى ادفعهم غرامات. يعني اقفلوا الموبايلات عشان خاطر نركز في ال2 دايز ولا 3 دايز اللي قاعدين مع بعض. اصل بيجي لنا شغل تليفونات من التيم والكلام. اقول لهم بصوا خدوا بالكم. اقفل الموبايل. انا افتكرت بقى الموبايل مش هدفعوا غرامه. اول ما قلت على طول بقى بقول له ايه؟ بقول له خد بالك انت كون ان بيجي لك اتصالات كتير دي ساين كده محتاج تعيد تفكير فيها شويه. لو بيجي لك كتير معناها ان انت محتاج تظبط السيستم اكتر. صح. لو انت بتعرف تاخد اجازتك كويس، بتعرف تاخد تريننج كويس، وانت الدنيا ماشيه كويس، ده معناه ان السيستم شغال كويس. فانا بدعو كل الناس اوعى تفتكر ان انت لما الدنيا تشتغل من غيرك او ان التيم هو اللي شايل الشغل معناها ان انت دورك انتهى خالص. بالعكس، غير الناس كمان كلها هتنبسط وهتدعي لك ان انت قدرت تعلمهم. الليدرشيب هل هي مهمه؟ انا متذكر في الايفنت بتاعنا انت كنت قلت كود كده، فمعلش انا عايزك تقوله تاني للناس اللي هتتفرج على الجزء بتاعنا. طيب بص، هو بصراحه الايفنت ده هو اللي طلع الكود ده، يعني خلينا استرجعه يعني او اعمله بشكل الكود ده. كنت بقول الكلام ده سكاترد، بس بصراحه الايفنت ده معلم في دماغي لغايه دلوقتي، وطلعت فكره الاتش ام اس كود. احنا عشان نقدر نخطف عقول وقلوب والروح بتاع الناس، هم دول الاتش ام اس. الاتش اللي هي الهارت، عشان اقدر يعني اخطف الهارت بتاع الشخص. الام المايند او العقل. الاس سول او الروح. طيب عشان تقدر تاخد الثلاث حاجات دولت من التيم بتاعك، انت محتاج تعمل ايه مع الهارت؟ اكتر حاجه بتلمس الهارت ايه هي؟ الايموشن، صح؟ مشاعر. طب حلو، المشاعر دي بتيجي منين؟ والله بكلمه حلوه للتيم، بانك تقف جنب منه يحس ان انت في ظهره. تخيل لو انت بتعمل كده، انت بلغه ستيفن اركوفي انت بتحط في البنك اكاونت، تحط في الحساب. صح. في الحساب صح. طب لو حصل مشكله بينك، زعقت له، غلط، خلاص بقى انت يعني لسه في حساب ليك رصيد عندي. لو ما فيش رصيد بتسحب وقتها على المكتوب. صح. دي اول حاجه. الام المايند، ايه غذاء البطون عندنا بالنسبه لنا؟ عشان كده انا ليا رصيد عنده كبير قوي. طبعا عندنا كلنا يا ريس. عندنا كلنا. فانا بسحب براحتي بالرصيد بتاعه. لا انت يا جلال عند كل الناس ليك رصيد يعني. استاذنا ربنا يكرمك والله. المايند بقى، قبل ما اتكلم عن المايند، هو غذاء البطون ايه؟ الاكل الحلو. طب غذاء العقول؟ نوليدج. الناس بتحب تشتغل مع المديرين اللي بيعلموهم. فلو انت عايز تاخد عقل اللي قصادك، علمه. خلاص. الله. فاضل الحته بتاعت الاس سول،
الروح. تاخد روح، قصدي يعني تخلي روح معاك كمدير بتعمل كده كمدير. يعني بس الروح بتيجي دايما بالفاليوز، القيم. كل ما المدير، كل ما المرؤوس يشوفك بتحقق القيم دي وبتشتغل بيها بشكل كويس، طول ما هو بالنسبه لك انت خطفت روح. فالثلاث حاجات دول لو اي مدير او اي قائد سميهم زي ما نسميهم يشتغل على الاتش ام اس كود ده، انا واثق مليون في الميه التيم بتاعه يعني هيقول له يا ريس اللي انت عايزه، انا معاك بقلبي بروحي بعقلي بكل حاجه. طب احنا عايزين خبره حضرتك بقى دي تحطها لنا في كورس، في حاجه، في والله يعني سبحان الله، انا فعلا يعني قدرا كده لما قلت لي ان احنا نبقى مع بعض في انا وشيكو يعني. انا بقالي فتره بحاول اشوف ايه اللي اقدر اساعد بيه الناس اللي حواليا، لان انا في عندي ميشن كده ان انا I'd like to help people and the brands to grow. ده الموتو بتاعي يعني. بيبول الاول. بيبول الاول. اصل براندز برضه هتجرب people برضه. البيبول برضه، حتى براندز بمعناها بيرسونال براندز ولا براندز ات اند اوف ذا برضه بيبول يعني. فمن ضمن الحاجات اللي انا عايز بقى اعمل زوم ان اكتر عليها، انه الناس اللي هم فعلا ما كانش عندهم الفرصه ان هم يتاهلوا عشان يبقوا مديرين، هعمل لهم كورس ان شاء الله يبقى في الفيرست تايم مانجر، ازاي انت تقدر تليد التيم وانت لسه ما تاهلتش. فجاه قالوا لك بكره انت مدير، ما تقلقش، تعال احضر الكورس ده وانت هتقدر ان انت تليد التيم ده فيري شيء. انا عايز بس انا عايز رايك في حاجه. بما ان حضرتك يعني من خبراء الماركتينج في مصر والوطن العربي، ده حقيقه، ايه رايك في انا وشقه؟ انا وشقه او انا وشقه؟ ايه رايك في فكره البرنامج او التوبيك ده لما يطلع بالشكل ده بامانه؟ بص والله بامانه يعني انا شايفه ده كويس جدا جدا، لان انتوا في كذا حاجه ما بينكم لطيفه قوي. اولا انتوا نقر ونير فده حلو وفي نفس الوقت فيكم كيمياء حلوه جدا ما بينكم وبين بعض. وتالت حاجه وده المهم جدا جدا، الناس بتستمتع وانا بستمتع بالحاجات اللي كنتوا بتعملوها قبل كده في العربيه العربيه ومش عارف ايه ونتخانق مفيده يعني، وبتطلع في الاخر ايه ده، في حاجه نطلع منها. وبعدين الديبيت مش فور سيك اوف ديبيت، لا، عشان نطلع منها بحاجه مفيده بالظبط كده. فانا متوقع الفكره نفسها هتبقى عاليه جدا جدا جدا. انا وشقه هيكسر الدنيا. جدا جدا انا كده وشقه. كده. حبيبي يا شقه.